الكرة وعلى محاولة بضربة ربما يأتي من خلال كرة ملعوبة من اليسار. عرض الليغا في ريمونتادا تسجل إنيغو مارتينيز إلى أليخاندرو بالدي. ممتاز، خطأ صافرة موجودة من جانب حكم المباراة. لا زال هنا الخطر، ولكن الكرة وصلت سهلة من أمام فيران توريس، من أمام توريس. المحاولة التي مرت والتي عبرت، لكن الله على فرنكي. هل كان بالد المرتدة هنا؟ الله، ضاعت فرصة لا تضيع، لكن التسلل كان موجود. تسلل على أوساسونا في غفلة، في حالة من الشرود الذهني من جانب الأمامية العرضية والخطورة. الله، بدأت السهرة يا سادة، بدأت الفرقة الموسيقية، المعزوفة الموسيقية. نعم، في هذه اللحظات انتظرنا 10 دقائق ليأتي هدف المباراة الأول وضربة المباراة الأولى. نحن هنا في مكان الفرح الأول في إسبانيا، نحن في مكان الفرح الأول. كرة من الجهة اليسرى عرضية، ثم متابعة، ثم ضربة، ثم أول أهداف المباراة لمصلحة برشلونة، لمصلحة المتصدر هنا البارسا. عن طريق من؟ لاحظ هنا فرنكي إلى من؟ إلى توريس، إلى بالدي، من بالدي طريق إخوان كروس، يلعب الكرة العرضية. الله 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 الله، على يامال، على سحر يامال، تمريرة يامال في الكرة وفي المحاولات الأخيرة. ولكن لاحظ عينك على الكرة، لاحظ عينك على الكرة. لا زال هنا فرنكي من الجهة 4 أهداف في شباك البارسا. ثاني الله الله الله، لا زال هنا العمل. والكرة الماضية ركلة جزاء، لم يستفد البارسا، وبالتالي ركلة جزاء. إتاحة الفرصة كانت حاضرة، ولكن الاستفادة لم تكن حاضرة، ومباشرة ركلة جزاء لمصلحة برشلونة في أول 17 دقيقة. سليمة يا بيدري، سليمة يا شمعة البارسا المضيئة، سليمة. لا يوجد هنا خطأ، ولا توجد عزيز المتابع، بل لا يوجد تسلل. لكرة هنا لضربة. الله، أضاع أولمو ركلة جزاء كان سيرتاح من خلالها البارسا. تصدى هيريرا لهذه الكرة، يحتفل بهذه الطريقة. ضربة ثانية للبارسا، جول لأولمو. ضربة ثانية الآن أصبحت مؤكدة، أصبحت ثنائية، أصبحت واضحة المعالم الآن بضربة ثانية لبرشلونة، للبارسا، عن طريق أولمو الذي يسجل من خلالها بهذه الصورة وبهذه الكرة. إذن 2-0 لبرشلونة.